طيب يا دكتور، انا اولا الله يكرمك انا عايزه نمره العياده لو سمحت. طب ده ممكن نوصل حضرتك بالكنترول ويدولك الرقم. السؤال بقى اوكي حضرتك يا دكتور، انا عندي ولد عنده 18 سنه دلوقتي. هو عنده حساسيه من وهو عنده 3-4 سنين كده. حساسيه فين؟ صدريه برضه. الف سلام. الله يسلم حضرتك. عرفته من ايه؟ افندم؟ لا والله انا حللت له وهو صغير قوي، بس الحقيقه مش فاكره كان السبب ايه. وخدت بقى الانف؟ ايوه يا دكتور، عنده في الانف وعنده في الجلد كمان. يا 3 دلوقتي عندك؟ 3. ايوه. العين؟ لا العين لا. طب الحمد لله. بس لما بيخرج في الشمس على فكره برضه بتحمر شويه. يبقى 4. والله يبقى انت كده عندك 4 انواع من الحساسيه في ابنك اللي عنده 18 سنه. ايوه. طيب انت عندك حساسيه انت ولا ابوه؟ لا انا عندي برضه من انت عندك فين؟ العينيه ممكن من الشمس. طيب بس بلبس نضاره عادي. مش مشكله. هل عرفت سبب الحساسيه؟ لا والله يا دكتور، الحقيقه انا عملت له تحليل في المصل واللقاح ده او تقريبا بتاع الحساسيه دي هي. ايوه. بس الحقيقه مش فاكره كان ايه. أيوة. لكن انا بتحاشى حضرتك التراب زي ما حضرتك بتقول، انا حافظه كل الحاجات دي. وبشمس له الفرش بتاعه وبعمل يعني بتبع كل الارشادات دي. والبخور الكلام دوت يعني كل ده الحمد لله. هو حضرتك بص ما بقاش يجيله ازمات الحمد لله يا دكتور. طيب. بس في حاجه بقى انا ماشيه على حضرتك على الديسكس اللي هي الموف دي. مفيش مانع. ماشيه عليها من يعني وقائي. بس مش هتمشي عليها طول العمر. ما هي هو ده بقى اللي مضايقني يا دكتور. البخاخات والحاجات دي كلها بناخدها اما عشان توسع الشعب، عشان تباعد علاج وقائي تباعد بين الازمات، بس يتبقى الحاجه الاساسيه الجوهريه اللي هو ليه مش عارفه اسباب الحساسيه عند ابنك. لو عرفتيها هتبقى سهله جدا. ممكن تمنعي بس يلبس صوف، ممكن تمنعي اكله 6 شهور ويخف بعد كده. هي يا دكتور هي يا دكتور لا ما طلعتش من الاكل انا فاكره، لان الحكايه من زمان قوي الحقيقه. انا من بعد ما اتحسس على طول بدات اعمل له الاختبار. طب ما تعملي الاختبار تاني دلوقتي.